والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي ان شاء الله تكونوا بخير على خير. بون كيما قلت لكم القرمون هذه من ناحيهاش ان شاء الله حتى يدخل الصيف. الخطرة هذه ما جاني حتى سؤال، سألت نفسي وشفت بعيني وانا راح نجاوب. شفت واحد الظاهرة في ليصال من بعض الرياضيين ولا لي زاتليت يدير شارج كبيرة، يديرون شارج لور ماكسيموم ويخدم بها عدة واحدة والله زوج عدات، كي كثر ثلاثة يدير بها بار اكزومبل. كيف راح نفهمكم؟ يدير بها واحدة والله زوج ويحط. هذه الميثود مش تاع واحد يدير رياضة كمال أجسام، هذه تاع واحد يدير رفع الأثقال باور ليفتينغ. هما اللي يستعملوا التكنيك هذه باهي يربيو لا فورس. لازمك في الرياضة هذه لازم تكون عندك عدة جولات وعدة تكرارات وعدة مجموعات، وتركز على العضلة باش تستهدفها مليح وتخدم مليح. دير وزن اللي تقدر دير بيه اونتر 12 و 10 ولا 8 ريبيتيسيون. هذه تاع دير قنطار ونص ولا زوج ودير بها عدة واحدة ولا دير بها مرة واحدة ولا زوج وتحط. هذه راهي قلنا تكنيك وميثود تاع باور ليفتينغ تاع اللي يخدموا رفع الأثقال. هذه هي التكنيك تاعهم. انت كلاعب كمال اجسام ما تساعدكش هذه خويا، تقدر حتى دير لك اون بليسير، تقدر حتى دير لك اون ديشيرور مسكولير. يبا التكنيك هذه ايفيتيوها. اخدم خويا، استهدف العضله تاعك، دير شارج اللي تقدر تدير بها كما قلنا 12 ولا 10 ولا 8، واخدم بعقلك، هبط بالعقل وطلع بالعقل، وما تنساش الطريقه الصحيحه تاع التنفس. قلنا وين تدير لي زيفور طيش، وين تكون في حاله استرخاء تجبد تعمر السفل وتخدم بعقلك خويا. هذه الميثود شفتها في قداهن صاله وشفتها من قداهن ثلاث. دوك عندها قداهن التفسير الاول حب يبين روحه. هذه واحده تولي جماعه شوفوني يعني اني نقدر نبوسي زوج قناطر ولا ثلاثه. هذه تطفرها غير في روحك. هذه يقدر يدير لك، انا قلت لك يقدر يدير لك تمزق عضلي، يقدر يدير لك انفراكتير حتى في العظم، مش يقدر يطيحك في ستاغناسيون. عندها ثاني معنى اخر، بالك يقول لك نعود ندير هكذا باه نربي لا فورس، باه نعود نقدر نبوسي باه نقدر نبوسي لا شارج. لا، مش بالطريقه هذه. احنا نخدموا تدريجيا بالعقل. لا نقولوا احنا نخدموا بالميثود بيراميد. نبداو بالوزن الخفيف ونطلعوا بشوي 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 بشوي، عام زوج ثلاثة أربعة خمسة، تلقى روحك تطلع في لاشارج بالعقل. مثلا 5 سنين تخدم 80 كيلو باك، من العام اللي من وراه تولي تزيد تعود تخدم بقنطار، العام اللي من وراه قنطار و20. من تا خويا راك هكذا بالطريقه هذه انا جاب لي ربي راك صوتيت 5 ولا 6 سنين تاع دير زوج قناطر وتبوسي بها واحده. هذه يلحقها واحد عنده 20 25 سنه 30 سنه، تكون تربيت عنده لا فورس، يقدر يخدم بالميثود هذه، يجرب، يحب يجرب كتجربه برك قداه يقدر يبوسي، يشوف لا بويسونس ولا فورس تاع العضله تاعو. ولازم يكون واقف واحد معاه يعاونو اون سي جامي، ولازم يشوفي مليح قبل ما يدير العمليه هذه ولا قبل ما يخدم الاكزرسيس هذا. المهم ننصحكم ونحذركم من الطريقه السلبيه هذه، ما تزيدوش تعاودوها. هذه راهي تاع جماعه الباور ليفتينغ تاع اللي يرفعوا الاثقال، هما اللي يخدموا بالتكنيك قلنا وبالميثود هذه. انا عاودتها 3 خطرات بان ناكد عليها. احنا كلاعب والله انا والله انت كلاعب رياضي كمال اجسام لازم تستهدف العضله مليح وبدقه وبالعقل وتكونسونطري وتخدم عده جولات قلنا وعده عدات. اخطيكم من التمسخير هذا، اخطيكم من التمسخير هذا. خطركش ليه
انا شخصيا وقت فات في عصر الجاهليه، نهار كنا صغار جيبنا هذيك تاع لاشارج والعياط ودير لاشارج ماكسيموم واخدم ومنا وهذاك. الحمد لله انا منعت، مي كاينين لي معايا اصدقاء نعرفهم شخصيا ما منعوش، واحد دار دو شرير، واحد دار دو فراكتور، واحد راه يعاني من العمود الفقري تاعو، دارني ديسكال، واحد ماهيش حاجه سهله يا جماعه. لازم واحد يخدم بذكاء وبعقلانيه، والبروغرام تاعو ولا التدريب تاعو ولا لونطريمون تاعو يكون مدروس من الناحيه تاع العدد تاع التكرارات والمجموعات كما نقولوا لي سيري ولي ريبيتيسيون، وما يخدمش عشوائي هكذاك برك. لازم له جدول ولازم له نظام يتبعو، ولازم له مدرب يتبعو، ولازم بارتنير، لازم دير ديما معاك صديق يخدم معاك يشجعك منها اولا، ثانيا يعاونك يتوله معاك، تعاونوا بعضكم. هذه هي رياضه كمال الاجسام. هذه تاع باه ندير 2 قناطر 3 قناطر وندير بها واحده ونحط، ما ننصحش بها. هذا واش عندي اليوم كنصيحه. بالتوفيق للجميع، تحياتي، سلام.